عمرك سمعت عن موتور بيشتغل من غير عمود كرنك ومن غير بساتم؟ كان موتور بيحط على براندات حرفيا. كلامنا عن اسطوره يابانيه جديده وهي الار اكس 7. الار اكس 7 ما كانتش بس شكل رياضي، دي كانت ثوره هندسيه عظيمه. عربيه كانت بتتحرك بموتور اسمه روتاري او وينكل انجن. كان محرك بيشتغل بنظام دوار مش بساتم، وده كان بيعمل لي 3 حاجات: وزن خفيف، ار بي ام عالي، اداء مش طبيعي. مقارنه بحجم الموتور، اتعمل من الار اكس 7 3 اجيال: ار اكس 7 اف بي ودي كانت من 78 ل 85، ار اكس 7 اف سي 3 اس ودي كانت من 86 ل 92، الثالث والاخير واهمهم ار اكس 7 اف دي 3 اس ودي كانت من 92 لحد 2002. مش هنخش في تفاصيلهم كلهم، اللي يهمنا الجيل الثاني. الاف دي 3 اس كانت النسخه اللي حببت العالم كله تقريبا في الار اكس. كان موتور 1.3 توين تيربو بيطلع 276 حصان. في وقتها الحالي كان رقم صغير، بس كان بيحط على المنافسين كتير لخفيه العربيه في التراكات، خصوصا في الملفات. طب ليه توقف الار اكس 7 بعد 2002 بالرغم من قوه الموتور وادائه المميز؟ كان الموتور فيه اكتر من عين، بيحتاج صيانات كتيره باستمرار، وكان بيستهلك بنزين اكتر. وفي اوائل الالفينات الناس كانت بتدور على الاعتماديه والاقتصاديه. تصنيع الموتور في حد ذاته وقطع غياره وتركيبها كان بيحتاج ناس متخصصه في الموضوع ده، وده ما كانش سهل انك تلاقيه. سعرها اللي كان عالي اوفر مقارنه بالمنافسين، لان هي كانت معموله اصلا عشان تخاطب الجانب الرياضي. خلاصه الكلام، اللي جربوا العربيه دي كانوا بيسموها الموتور الطيار، واللي جرب سواقتها مش بينساها. كانت مميزه في صوتها، ادائها، لكن تغيير الزمن وقوانين السوق كل حاجه تقريبا اختلفت، وده اللي خلى الار اكس 7 تختفي. تفتكر لو رجعت في وقتنا الحالي هل هتنجح ولا خلاص راحت عليها؟ لو عايز تشوف اساطير اكتر تابعني، انا عمر، سلام.